السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. جمعة مباركة البنات، نتمنى تكونوا بخير وبألف خير يا ربي. اليوم بغيت نقدم معكم واحد الكيكة كتجي غزالة البنات. المكونات ديالها متواجدين عندكم، يعني البيض والزيت وسنيدة، وغندير فيها واحد المكون عجيب اللي كيخليها رطبة وكتزيدها هشاشة وكتزيدها حتى البياض. غادي تشوفوا في المقادير ان شاء الله. نتوما كي كتشوفوا كتجي بحال تقريبا ميلفوي ميلفوي كي كنسموها بديك الزواقه ديالها. المهم ساهله ودغيا كتوجد وتحمر لك الوجه مع الضياف ديالك هكا الكوتي، ومزيانه تعطيها حتى الوليدات يدوها معاهم في المدرسه في العشيه بحال هكا، الفطور في الصباح. المهم نتوما كتشوفوا راه كتجي هشيشه البنات، غير جربوها ما تندموش عليها وتفكروني. ايوا ناكل واحد طريف. المهم راه كتجي لذيذه وزوينه. والبنات حتى اللي بغى يديرها كجينواز رائعه، اللي بغيت تعمروها تقسموها ديروا فيها لا كريم، كريم شونتي. راه ما نعاودش لكم، كتجي بحال الا نتوما دارين جينواز. سقيوها بالماء بعصير ليمون ولا بالحليب وعمروها، راه كتجي فن البنات، رائعه. المقادير البنات هما كالتالي: غادي نديرو 3 ديال البيضات تقريبا، كيكونوا خارجين من الثلاجة بحرارة المطبخ، ديما ما يكونش البيض بارد. 3 فقط البنات اللي فيها، وكتجيب هداك الحجم العائلي. كنديروا قبيصة ديال الملح، وكاس لاروب ديال السنيدة. اللي بغى ينقص من السكر البنات ينقص. واحد الساشي ديال الفاني. اللي بغى يحك فيها البنات الحامض حكوا فيها قشور ديال الحامض، ولكن ما تزيدوهم حتى الاخير، وحتى قشور الليمون. كنزيدو كاس لاروب ديال الزيت والروميه. كنكونوا ضربنا هذاك البيض والسكر مزيان حتى كيطلع كيولي الخليط بيض. عاد كنزيدو هذيك الزيت من بعد. ديما خصها تضرب مزيان حتى تولي هذاك يولي الخليط بيض صافي. وغادي نزيدو كاس لاروب ديال الحليب، حتى هو يكون ما يكونش بارد البنات. مع دابا بارد الحال كل حاجه كتحطيها دغيا كتبرد صافي. غادي نزيدو له كاس ديال العنبه ديال الدقيق، نغربلوه. وغادي نحركوه شويه باش ما يطيرش علينا هذاك الطحين، عاد غادي نطربوه صافي حتى كيدخل هذاك الكاس ديال الدقيق. اللي بغى يدير غير الضراب من بعد، هذا الضرب اليدوي يديرو، غير هو هذا كيسرع عليك دغيا. ما تبقايش كل ساعه تضربي بايديك، دغيا كيدخل الدقيق صافي. وغادي نزيدو هذا 4 ديال المعالق ديال الماء سخون، يكون سخون، زدت فيهم معلقه ديال الخل. 4 ديال الماء سخون ومعلقه ديال الخل. عاد غادي نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق. هذا الكاس الثاني البنات ديال الدقيق. وغادي نزيد 3 د المعالق ديال النيدو البنات، هما هادو. هذا هو المكون اللي كيخليها ديك الكيكه هشيشه وكيعطيها داك اللون ديال داك البياض، كتجي زوينه بزاف. غير جربوها البنات صافي. غادي نخلطو. ولا شفتو غادي نزيد 2 ديال الخمارات من فئه 8 غرام، هي 16 غرام. ولا شفتو الخليط البنات باقي شي شويه ما عاقدش، كتزيدوه 2 معلقات ديال الطحين ديال الفورس. 2 غادي تزيدو فقط. 2 كيسان يعني ديال الدقيق، و2 معالق ديال الطحين. يعني 2 كيسان و2 معالق صافي. الخليط هو هذا. لا ترى مدهونه بالزبده ومرشوشه بالطحين. وكنخلي واحد شويه ديال الخليط، كندير فيه داك الشكلاط كاكاو. كنخلطو وكنديرو على شكل خطوط، وكنزوقو بهاد الزواقه بحال اللي كنديرو في الميلفوي صافي. كندخلوها الفران كطيب البنات
أنا كندخلها الفران بارد، كطيب غير بشوية، من بعد كنشعل عليها الفوق كتحمر، ودهنتها بشوية ديال العسل البنات ولا الكونفيتير هي سخونة باش كتبري بحال هكا ولا الناباج. صافي وما كنزوقوها لا بكوك لا والو، كنشدوها كنقطعوها كيما قلت لكم البنات. إلا بغيتو ديروا فيها كريم باتيسير تقسموها راه كتجي كاجينواز رائعة جدًا، يعني كاجينواز راه واعرة بزاف. ها نتوما كي كتشوفوا كتقسموها على 2 د المرات وكتعمروها وكتقطعوها طريفات واعرة، وبالصحة والراحة، ونتمنى تكونوا بخير وبألف خير يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والبنات غادي نوريكم واحد الشهيوة عرفتي زوينة بزاف مع هاد البرد هذا كدار في الليل. هيا غنوريها لكم دابا من بعد دغيا كتوجد البنات. خاص غير تكون عندكم هذيك الفلفلة اللي كتكون الفلفلة كتكون هكا قاعدة ما كطيحش، ولا الا بغيتو ديروا الفلفله كتقسموها من النص كتنعسوها كتعمروها وكديروا عليها النص الاخر. ها انا غادي نوريكم البنات بلاتي ناكل واحد الطريف. المهم راه كتجي غزاله البنات، جربوها وتفكروني قول لي صدعتينا. ايوا هادشي اللي كاين. والله الا الوصفات كنديرهم وكنسى ما كنصورهم، غير العكز وصافي، والله الا غير العكز. ما شحال من وصفه كنديرها وشحال من كيكه حتى كنقول ويلي ما درتش فيديو. والله الا شحال من حاجه. ها العكز. ها هما البنات هذاك الفليفلات حمرا وخضرا عمرتهم بالروز، الكفته ديال اللحم والروز وخيزو محكوك والزيتون مقطع والتوابل بحال هكا. صافي وكندير هذاك والربيع، وكنعمر دوك الفليفلات وكندير لاصوص ديال المطيشه والبصله تحت وزيت العود وشويه ديال الثوم محكوكه، وكنسد عليهم ندخلهم الفران البنات كيجيو زوينين هكا العشاء خفيفه ما تاكلهاش لا بالخبز لا والو غير بالفرشيط. صافي شو عويصير ولا ديسير وهانتي معشيه وصحيه زوينه. هاد الفلفله خديتها في السوق رخيصه البنات 3 ديال الدراهم. والله الا صدقات زوينه مهبره. والشي الاخر البنات هذيك الفلفله الحمراء شديتها طحنتها شويتها وطحنتها درت فيها لاصوص ودرتها في الثلاجه، درت معاها شويه د الربيع شويه الثومه وكندير هكا كنستعملها في المسمن ونستعملها زوينه كتجي واعره. المهم لاصوص ديال الفلفله الحمراء. يالله ونتمنى لكم كل خير يا البنات وما تنساوش لايك. وشكرا لكم بزاف الناس اللي جداد والناس اللي غيدخلوا جداد. شكرا لكم بزاف بزاف على اللايكات، ونتمنى تكونوا بخير بألف خير وجمعة مباركة إن شاء الله يا ربي. نخليكم مع هاد الشهيوة ديال الفليفلات. يلا السلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.